احلى كفته جميله جدا، طعمها حلو قوي، شبه بتاعت بالظبط الحياتي، يمكن احلى كمان وانضف. اهم حاجه عندي مكون اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده فينو، بس انا عايزه اكتر من كده، انا ما لقيتش عندي اكتر من كده، انا عايزاكي تزودي اكتر من كده. واخد القلب بتاعه وافرمه مع بصله وكزبره وبقدونس، ويا ريت بقى نحط البهارات اللي تعجبنا كلها، بس يا ريت نحط جوز الطيب وملح وفلفل اسود، دي الاساسي، واي بهارات انت عايزه تزوديها زوديها، بابريكا، بصل بودر، توم بودر. هنضرب كل ده، بس يا ريت زي ما قلت لكم نزود العيش شويه. انا دلوقتي بحط اللحمه المفرومه بس هي مش باينه، بحط جزء جزء كده، يعني واحده واحده لغايه ما كله بيتفرم زي ما انتوا شايفين كده، وتبقى ناعمه خالص ومتسمغه. شايفين التزميغه؟ وكل ده وانا كمان مش حاطه مقدار العيش اللي المفروض احطه. طبعا انا خلاص خلصتها، لا عملتها مدوره كده صغنونه، وبعدين حطيت معاها دهون وحته سمنه، وقعدت احمرها في طاسه تيفال ما بتلزقش، وطلعت معانا بالمنظر الفظيع ده. لازم اعمل معاكم الطحينه كمان، طحينه زي ما احنا شفنا كده، توم وبصل بودر وبابريكا وزبادي، وطبعا السمسم او الطحينه قصدي، وفلفل اسود وملح. وبنبتدي بقى نقلب كده لغايه ما نشوف السمك اللي انتوا عايزينه. في ناس بتحبه اخف من كده طبعا. شايفين بقى اللون؟ انا كنت عايزه اقول لكم شايفين الريحه وشامينه حاجات كتيره، بس ما ينفعش. جميله قوي، جربوها بجد، تحفه تحفه. رغيف عيش بلدي بقى ودوقي احلى كفته. طبعا عايزين تعملوها المطاولة دي مفيش مشكلة، بتتعمل بنفس الطريقة بالظبط، بس حاولي ان انتي تصبعيها على حاجة مدورة عشان يبقى جواها فراغ يعرف يعدي منها النار ويستوي كويس. لكن المدورة دي انا عاملاها زي المصمت بالظبط، طعمها جميل قوي، جميلة. وبصوا الجوسي ازاي عمالة تطلع في جميلة جميلة قوي. جربوها بقى، متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وتابعوني لو انتوا بتشوفوني من التيك توك، وتابعوني لو انتوا على اليوتيوب. يلا باي باي.